الخير. مساء النور. أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي الحصاد وأحيي قناة الجزيرة الصادقة التي ستنقل إلى جميع المستمعين وإلى القراء الموقف السوري الصامت. أنا سفيرة سوريا لمياء يوسف شكور، أنا ابنة هذا الوطن البار، وأنا سفيرة هذه الجمهورية لأنني أعتقد بمبادئها وبقيمها وبمبادئ وقيم هذه القيادة. وأنا أدرك تمام المعرفة أن 23 مليون سوري الآن المتواجدون على الأرض في سوريا يسمعوني جميعا ويدركون، وكلهم في قلوبهم اختلاج، لأن ما يحصل هو عبارة عن جزء من هذه الحملة التشويهية التزويرية المغرضة التي تبثها القنوات الأوروبية والأمريكية والدولية الغربية لتحطيم صورة هذا البلد المناضل. إذا برأيك هي عملية مقصودة وليست سهوا أو خطأ؟ هذه عملية مقصودة وتشويهية وتنخرط ضمن الحملة التزويرية الإعلامية التي تطال سوريا منذ فترة لا بأس بها الآن، ولكن لا يمكن أن يعلى على الحق أخي الكريم، لا يمكن أن يعلى على الحق. ولكن برأيك سيدة سفيرة، ما الذي يجعل قناة تلفزيونية تتورط في شيء كهذا وهي تعلم بأن الخبر يمكن تكذيبه في ثواني؟ لأنها انخرطت في هذا التكذيب منذ فترة طويلة أخي الكريم، انخرطت في هذا التكذيب وفي هذا التزييف لأنها على قناعة تامة ومن هم وراءها، لأنها ستستطيع أن تطال أو تنال من هيبة ومن هوية المواطن السوري، ومن هيبة الشعب السوري، ومن هيبة هذه القيادة الصامدة، ومن هيبة هذا الوطن الغالي على قلوب السوريين. وقد خسئت فشلا ذريعا. ما قامت به هو انتحال صفة وانتحال شخصية، ومن ثم يعني أقول هل اتصلت بهذه الوسيلة الإعلامية سيدة شكور؟ هل اتصلت بهذه الوسيلة الإعلامية وقدمت لك تفسيرا عما جرى؟ اسمح لي، هذه الوسيلة الإعلامية الآن ومنذ ساعتين تقف أمام باب السفارة السورية في باريس، وهي تنتظر وتتلطف أمام باب السفارة كي يسمح لها أن يعني تحقق سبق صحفي، وقد خسئت. لن يكون لها ذلك. سأقاضي هذه القناة الفضائية، سأقاضي فرانس 24 أمام المحاكم، وكل ما سيكون من هذه المقاضاة هو سيكون شرف كبير لي ولأبناء وطني ولكل السلك الدبلوماسي السوري. هذا من جانب. من جانب آخر يعني أتمنى أن يكون هناك تعويض عطل وضرر، وكل قرش سيكون من هذا التعويض سيذهب إلى أبناء الشهداء الأبرار، إلى أبناء الجيش السوري، إلى أبناء. طيب، لنستغل وجودك معنا سيدة شكور، نستغل وجودك معنا ونسألك عن هذا التحرك الفرنسي، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي فيما يتعلق بالتحرك على مستوى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك هناك حديث أيضا على أنه ما زال هناك هامش بإمكان الرئيس السوري بأن ينهجه فيما يتعلق بالإصلاح. أخي الكريم، أولا أنا يعني أتوقع كنت من الحصاد أن يكون على يقين وعلى معرفة أكثر مما يجري على الأرض السورية، ولكن يبدو أنكم لستم على دراية. الإصلاحات بدأت منذ فترة طويلة جدا، وفي الفترات الأخيرة ما شوهد وما أصدر من مراسيم تشريعية أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد هي عبارة عن حصاد، إذا شئتم حصاد لما تم إنجازه من إصلاحات وتم التحضير له. هذا الكلام هل هو موجه لنا أم موجه للجانب الفرنسي والأوروبي والأمريكي؟ هذا موجه لكم أنتم المصداقية، أنتم القناة التي يجب أن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف، أن تكون. هلا كنت أن أستمع إلى بعض الشخصيات السورية، لا مانع، وأنتم تستمعون لي الآن، لا مانع أيضا، ولكن علينا أن نكون واقعيين وأن نكون مهنيين. أنا أتوجه إلى هذا البرنامج لكي يكون واقعي ويكون حقيقي. ما يجري على الأرض السورية للأسف الشديد هو مغاير كليا لما تبثه القنوات الفضائية، والحملة التكذيبية التي بدأتها فرانس 24 منذ فترة طويلة تنتهج هذا النهج. أمر آخر إذا سمحت لي، سألت عن فرنسا. أنا لا أتساءل كيف يمكن لدولة ذات سيادة مثل الدولة الفرنسية، كيف يمكن لها أن تنساق، أن تنجر، أن تتخبط في خيارات غير استراتيجية وفي خيارات غير واقعية لا تحقق للشعب السوري شيء، ولا تحقق لهذه القيادة التي تقوم بالإصلاحات أي شيء. يعني كيف يمكن أن يكون، أين هي المصداقية في السياسة الخارجية الفرنسية؟ أين هي اليوم؟ أنا أرى أن فرنسا تتخبط، وأنا
وانا اتمنى مع كل عقل نير، مع كل فكر نير، ومع كل حر سوري، ومع كل شخصيه تود لهذا الوطن الكبير الكبير في شانه، في عزته، في مقاومته، في صموده. اتمنى على كل هؤلاء الاشخاص ان يعيدوا النظر في قراءتهم وتحليلهم للواقع، لان التاريخ يثبت ان الدول ذات السياده وان الدول التي تساند الحق لا يمكن ان تغلب. لذلك انا يعني اقترح يعني شخصيا ان يعاود كل من هو في منبر حر ان يعاود القراءه ويعاود النظر فيما يحصل على الارض السوريه، ويرى في مصلحه من ما يجري. الاصلاحات حقيقه واقعه. اشكرك السيده سفيره لمياء شكور، سفيره سوريا لدى فرنسا، واعتذر منك فقد ادركنا الوقت، وارجو ان اكون قد منحت